كبت فريق الجيش الملكي خسارة صعيبة في بداية المشوار القاري ديالو من بعد ما تهزم خارج الديار قدام الفريق التنزاني يونغ أفريكانز اليوم السبت بنتيجة 1-0 في ماتش تلعب في ملعب أماني في زنجبار في الجولة الأولى من دوري المجموعات ديال دوري أبطال إفريقيا. بدأ العساكر الشوط الأول باحتياط كبير وحاولوا في الأول يهدئوا الحماس ديال اللاعبة ديال يونغ أفريكانز اللي ضاغطين بزاف من الدقائق الأولى وباغين هدف مبكر يخلط الحسابات ديال الجيش الملكي. في وسط السيطرة ديال الفريق التنزاني جات أخطر فرصة في الشوط الأول في الدقيقة 30 من بعد رأسية قوية ومؤطرة من اللاعب سيليستين، ولكن الحارس رضا تغناوتي تألق مزيان وصد الكرة ببراعة وخلى النتيجة بلا أهداف. في بداية الشوط الثاني بقى يونغ أفريكانز ضاغط وقدر يسجل الهدف ديال التقدم في دقيقة 59 من بعد ما تسلل برنس دوبيل داخل منطقة الجزاء وطلق تسديدة أرضية خداعة فاجأت الحارس تغناوتي ودخلات في الشباك. الجيش الملكي تحرم من هدف صحيح في دقيقة 66 من بعد ما لغاه الحكم بدعوى التسلل على اللاعب أحمد حمودان، وهذا القرار خلى احتجاجات كبيرة من اللاعبة والطاقم حيث الإعادة بانت فيها باللي وضعية حمودان كانت سليمة وما فيها تسلل. ورغم الاندفاع الهجومي في الدقائق الأخيرة بقى الجيش الملكي عاجز إنه يفك الدفاع ديال الخصم وتسال الماتش بالخسارة 1-0، نتيجة اللي غادي تصعب المأمورية على الفريق في الجولات الجاية وغادي تفرض عليه يقلب على رد فعل قوي في الماتش الجاي باش يبقى في المنافسة القارية. وجدير بالذكر باللي الجيش الملكي غادي يستقبل في الجولة الثانية الفريق المصري الأهلي في ماتش صعيب غادي يحاول فيه العساكر يصلحوا الوضع ويرجعوا في الصراع على التأهل.